أنا حاليًا دلوقتي بقى لي بتاع 3 سنين باتكلم وبادوّر في قصص الجرايم والقتلة المتسلسلين، وأكتر حاجة لاحظتها إنها عامل مشترك ما بين كل المجرمين دول، وهي غالبًا بتكون إنه في اضطراب في أسرة المجرم ده، أو حتى منفصلين عن بعض، وده هيكون عامل مهم جدًا في قصتنا، اللي بجد دي بالنسبة لي هي واحدة من أعنف وأغرب الحوادث اللي سمعتها، فكل اللي أنا طالبه منك وهو إنك تكمل القصة دي للنهاية، لإنك بجد هتنصدم من بشاعة وقذارة اللي عملوه المتهمين فيها. لكن قبل ما ابدا يا جماعه حابب اشكر اصحاب القنوات دول على تفاعلهم على المقطع الاخير، وكمان كميه الكومنتات الرهيبه اللي عملوها. فلو انت حابب اسمك يجي زي كده المقطع الجاي، انزل اعمل كومنتات على قد ما تقدر، وكمان انشر المقطع مع كل اصحابك. قصتنا هتبدأ مع راندل، واللي كان شاب نرويجي هاجر مع أسرته لأمريكا وكمل حياته هناك، وأثناء دراسته اتعرف على مين؟ على ويندي، واللي كانت بنفس سنه، واللي وقتها بعد فترة بسيطة جدا اكتشفوا إن هما الاتنين بيحبوا بعض، لغاية ما قرروا في النهاية إنهم يتجوزوا وهم بسن ال20 سنة. جوازهم في البداية كان في ولاية يوتا، لكن بعد فترة بسيطة من جوازهم هما الاتنين قرروا إن هما ينقلوا لولاية جورجيا لسبب ما. وراندل ده كان بيشتغل مهندس أو مبرمج كمبيوتر في قسم الاي تي وكده، انما بقى مراته ويندي فكانت دي بتشتغل كمحاسبه، واللي كانت حالتهم الماديه هما الاتنين ممتازه بشكل كبير جدا. فالمهم علشان ما اطولش عليكم، انجبوا هما الاتنين طفلين، واحده اسمها اماندا والتاني كان كريستوفر. وبالمناسبه اماندا دي بعد فتره بسيطه من جوازها انجبت هي التانيه حفيده لراندل وويندي، والبنت دي انجبتها في سنه 2000 بالظبط، وكان عندها وقتها 17 سنه، لان القصه دي اللي احنا بنتكلم فيها حصلت في سنه 2017. والبنت اللي انجبتها اماندا كان اسمها كاساندرا، وفضلت عايشة مع جدها وجدتها، وما كملتش حياتها مع أمها وأبوها. ليه؟ على حسب ما فهمت زوج أماندا ده كان شخص مش كويس وغريب شوية، تقريبا كان بيحاول على حسب ما فهمت إنه يعمل حاجات وحشة مع كاساندرا، حتى هي كانت بتقول إنها كل ما تروح مكان كانت بتلاقيه بيمشي وراها وعاوز يعرف هي فين، وأكيد أنتوا فاهمين أنا أقصد إيه بالحاجات الوحشة دي. فعلشان كده قرروا راندل وويندي دي جدها وجدتها إنهم يرفعوا بلاغ على أبوها، واللي الشرطة قررت في النهاية إن ممكن الجد والجدة يحتفظوا بكاساندرا ويهتموا بيها هم، وتحصل مذكرة ضد أبوها ده علشان ما يقربش منها تاني، والمذكرة دي كمان بتمنع كاساندرا إنها تقرب من أبوها لغاية ما توصل من سن ال 18 سنة. وحتى جدها وجدتها قرروا إن هم يخلوها تبطل تروح المدرسة وتكمل تعليمها من البيت، لأنهم حرفيا كانوا خايفين عليها، وده بالنسبة ليهم برضو كان مفيد. ليه؟ لأن كاساندرا دي كانت بنت شقية جدا، كانت كل شوية تخرج من البيت وتصاحب أصحاب مش كويسين، فده كان مفيد جدا ليهم إنها ما تخرجش كتير من البيت علشان يعرفوا يخلوا بالهم منها. كاساندرا دي ما كانتش بنت هادية، وحتى كانت كل شوية تتخانق مع جدها وجدتها بسبب انها ما كانتش متعودة على نظام الدراسة من البيت، فكانت كتير من الأحيان تهرب من البيت، وجدها وجدتها يفضلوا يدوروا عليها، ده حتى بيوصل بيهم الأمر انهم بلغوا الشرطة أكتر من مرة قبل كده على اختفائها، وفي معظم الأحيان كانت هي اللي بترجع للبيت لوحدها، وحتى هم كانوا على حق في كده لأنهم خايفين عليها من زوج أمها، وكمان الناس اللي بتصاحبهم ما كانوش كويسين. يعني على سبيل المثال في واحد من أصحابها واللي هو أصلا كان يعتبر حبيبها في البداية كان اسمه ديف. في يوم من الايام خرجت هي وهو وراحوا مع بعض مول، فالمهم اثناء ما كانوا في المول وكده لاحظت كاساندرا ان الموبايل بتاعها مش موجود، فصاحبها ديف ده قال لها احتمال كبير جدا ان تكوني انت نسيتي في مكان وفي حد اخده، لكننا بعد فتره بنكتشف ان الموبايل ما اتاخدش او هي نسيته ولا حاجه، ده بالعكس ديف صاحبها ده اصلا هو اللي سرقه، وبعد ما سرقه اخده وباعه لانه اصلا هو كان مدمن على فباعه واشترى بيه لنفسه، وهي اصلا قبل ما تبلغ عنه ان هو عمل حاجه زي كده الشرطه قبضت عليه بتهمه هو عملها. لكن المهم ده مش موضوعنا. فزي ما انتم شايفين ان جدها وجدتها كانوا بيحبوها وخايفين عليها برغم كل المشاكل اللي هي بتسببها ليهم، فبتفضل هي مستمره على حالتها دي لغايه 1 ابريل سنه 2017. باليوم ده بنعرف ان كاساندرا كان واضح عليها كده انها اتخانقت مع جدها وجدتها لسبب ما، واللي اكيد غالبا فكره الخروج وكده، فقررت في اليوم ده انها تهرب من البيت، فجدها وجدتها فضلوا انهم يدوروا عليها لغايه ما حتى بلغوا الشرطه علشان يجمعوها معاهم، واللي بنعرف انها هربت فعلا من البيت من خلال البوست اللي نزلته الجده ويندي على اكونت الفيسبوك بتاعها، واللي كانت بتطلب فيه من الناس ان لو اي حد شافها او عرف مكانها يبلغهم او حتى يحاول يقنعها انها ترجع للبيت. بس بعد ما ويندي دي بتنزل البوست ده على الفيسبوك بتحصل حاجه اغرب من كل ده، وهي ان الجد راندل والجده ويندي هم التانيين بيختفوا، وده بنعرفه من خلال اخت راندل لانها كانت دايما بتتواصل معاه وتتكلم معاه في كتير جدا من
الاوقات. لكن بعد ما عرفت بخبر اختفاء كاساندرا دي وكده، حاولت انها تتواصل معاه اكتر من مره لكنه ما كانش بيرد عليها، لدرجه انها راحت ليه البيت وخبطت على الباب، لكن برضه ما لقيتش فيه اي حد، لا راندل ولا مراته ويندي. فهنا من كتر القلق عليه قررت انها تتصل على الشرطه وتقول لهم انها مش لاقيه اخوها راندل، وانه مختفي، وانه مش عادته ان هو ما يردش عليها في الموبايل. فبالفعل الشرطه قررت انها تبدا تدور على الجد راندل والجده ويندي. بس بنفس الوقت بيجي اتصال للشرطه تاني اغرب من كل ده. الاتصال كان عباره عن ان في شاب اسمه جوني راح لبيت اهله ومعاه واحده محدش كان عارف هي مين، وقرر ان هو يضرب اخته وصاحبها، وكان عاوز يسرق بيتهم. فبالوقت ده امه وصلت البيت، وبمجرد ما شافها هو والبنت اللي كانت معاه اخذوا بعضهم وهربوا. فالام اخذت بنتها وصاحبها وودتهم للمستشفى، واثناء ما كانت في الطريق اتصلت على الشرطه وقالت ليهم كل ده لان اصابات بنتها كانت خطيره جدا. جوني ده كان شاب عنده 19 سنة، وكان بيشتغل في ماركت، وكان متجوز، لكن كانت حاصلة مشاكل ما بينه وما بين حبيبته فسابها، لكنه ما طلقهاش، وكان بيصرف عليها. وامه كانت بتقول عنه ان هو عنده اضطرابات نفسية كتير، وده راجع لانه ابتدى يتعاطى، فبقت شخصيته غريبه، واللي انتوا اكيد فهمتوها. طبعا انتوا دلوقتي مستغربين مين جوني ده وايه علاقته بالقصه اللي احنا بنتكلم عنها اصلا، واللي هي اختفاء كاساندرا وراندل وجدتها ويندي. الموضوع بكل بساطه يا جماعه، فاكرين لما قلت لكم ان جوني ده راح علشان يضرب اخته ويسرق البيت بتاعهم وكده، ولما امه جت هرب؟ مش قلت لكم ان كانت في بنت موجوده معاه لكن امه ما كانتش عارفه مين البنت دي اصلا؟ اهو البنت دي يا جماعه كاساندرا. طب ايه علاقتها بجوني؟ كاساندرا دي يا جماعه اصلا كانت صاحبه وحبيبه جوني، وتعرفت عليه من خلال حبيبها الاول اللي سرق الموبايل بتاعها وكده، فقضوا فتره مع بعض هما الاثنين وحبوا بعض بطريقه رهيبه. طيب ايه اللي عرف الشرطه انها فعلا اللي كانت مع جوني وقت الجريمه اللي كان هو بيعملها، برغم ان ام جوني ما كانتش تعرف شكلها اصلا ولا تعرف هي مين؟ جوني ده لما امه وصلت للبيت وهو قرر ان هو يهرب، هو والبنت اللي معاه، هما الاثنين كانوا جايين بعربيه، لكن لما هرب قرر ان هو ياخد العربيه بتاعه اخته ويمشي، وساب العربيه بتاعته. فالشرطه لما وصلت وابتدت تحقق في الموضوع عرفت ان العربيه دي راجعه لمين؟ راجعه لراندل. كاساندرا واخده عربيه جدها وجدتها اللي هم اصلا مختفيين بقالهم فتره، وكانت مع شخص مجنون وراح تعمل جريمه. فالشرطه فعلا حست ان في حاجه غلط، وقرروا ان هم يتجهوا على بيت الجد والجده علشان يطمنوا عليهم. لكن المره دي ما راحوش وخبطوا على الباب وكده، لا بالعكس، ده قرروا ان هم يقتحموا البيت اصلا. وبالفعل الشرطه اقتحمت البيت ودخلوا جوه، لكنهم بمجرد ما دخلوا لقوا ان البيت كله اصلا كان عباره عن فوضى. فبعدين قرروا ان هم يطلعوا للدور الثاني، واللي كانت موجوده فيه غرفه النوم الخاصه براندل ومراته ويندي. فلما حاولوا يفتحوها كانت مقفوله، فقرروا ان هم يقتحموها هي الثانيه ويكسروا الباب. لكنهم يا جماعه بمجرد ما دخلوا لقيوا منظر بشع بطريقه صعبه جدا، واللي حرفيا مش هقدر احكي لكم كل التفاصيل اللي كانت جوه بس علشان اليوتيوب. لقيوا ان راندل ومراته ويندي هما الاثنين مات، وكمان مطعن كميه ضغط رهيبه، ده وغير انهم في المنطقه دي كانوا كده، وانتوا اكيد فهمتوا. فهنا الشرطه قالت بس اكيد اللي عمل الجريمه دي كلها هو كاساندرا وصاحبها جوني، او هم على الاقل ليهم علاقه بكل ده. فبالفعل بدات الشرطه انها تدور عليهم في كل مكان، واللي ما اخدتش وقت كبير في كده لانهم عرفوا ان كاساندرا وجوني موجودين في بيت واحد من اصحابهم. فبالفعل الاسوات وصلت وبدات انها تحاول تقبض عليهم، وكل المشاهد اللي انتوا شايفينها دي هي مشاهد حقيقيه من وقت الجريمه او الحادثه ولحظه القبض على كاساندرا وجوني، واللي بعدين قوه الاسوات قدرت انها تقبض عليهم باخر لحظه قبل ما هما الاثنين ينهوا حياتهم. لكن طبعا انتوا دلوقتي مستنيين الجزء الاهم في القصه دي كلها، وهو هما ليه اصلا عملوا كده. الموضوع بكل بساطه جوني وكاساندرا كانوا حابين ان هما الاثنين يتجوزوا، لكن زي ما قلت لكم كاساندرا دي كان سنها صغير جدا وكان عندها 17 سنه، وجدها وجدتها اصلا من البدايه كانوا رافضين فكره انها تطلع مع جوني، مش كمان لما تقول لهم انها عاوزه تتجوزوا، فحرفيا اكيد كانوا هيرفضوا. فقرر جوني ان هو يطلع عليها فكره غريبه جدا، وهي ان هما يقتلوا راندل ومراته ويندي، وبعدين ياخدوا بعضهم ويهربوا لولايه تانية، مع ان كان من السهل جدا عليهم ان كاساندرا دي تسيب البيت وهو ياخدها وبعدين يسافر لولايه تانية من غير ما يعمل كل الجريمه دي، لكنهم كانوا مقررين انهم يعملوا كده. ففي اليوم اللي نزلت فيه ويندي البوست على الفيسبوك، كاساندرا وجيني كانوا مع بعض وحرفيا كانوا في اماكن محدش يعرف هي فين، لغايه ما قرروا ان هم يعملوا الجريمه اللي هم اتفقوا عليها. فراحوا كاساندرا وجوني لبيت الجد والجده واستخبوا في الجنينه، لكنهم قعدوا فتره طويله على ما الجد والجده يناموا، لان كاساندرا كانت عارفه هم
هم بيناموا امتى بالظبط، واصلا كان معاها مفتاح للبيت، فقدروا ان هم يدخلوا البيت بكل سهوله ومن غير اي مشاكل. واثناء ما هم داخلين جوني طلب منها انها تجيب سكينه كبيره من المطبخ، وبالفعل هي عملت كده واخدوا السكينه وهي كانت ماسكه مضرب بيسبول، ودخلت الغرفه بتاعه راندل ومراته ويندي، وحرفيا عملوا فيهم كل اللي انا قلت ليكم في البدايه، واللي بجد مش هقدر اشرحه تاني. والجد والجده ما قدروش انهم يدافعوا عن نفسهم، لانكم عارفين انهم كانوا كبار بالسن وحركتهم ضعيفه بطريقه كبيره. طيب يا دراكسلر، هم ليه بعد ما ما قرروش ان هم فعلا يروحوا ويهربوا لولايات تانية؟ ليه قعدوا في البيت؟ او حتى ليه اصلا اخدوا عربيه راندل علشان يضربوا اخت جوني وكده؟ هقول لكم. بعد ما ارتكبوا الجريمه، جوني اقترح عليها حاجه تانية قبل ما يهربوا، وهي انهم يروحوا لبيت امه واخته علشان يقضوا عليهم هم التانيين كمان، من غير حرفيا اي مبرر، مع ان على حسب ما عرفت ان امه دي كانت بتعامله بطريقه كويسه. فهو لما راح لاخته كان فاكر ان هي هتكون موجوده في البيت لوحدها، او هم الاثنين نايمين، اخته وامه، لكنه راح لقى اخته موجوده في البيت بس، وكمان معاها صاحبها. فالموضوع اتلخبط، والتاخير بتاعهم ده لان هو كان مستني اليوم المناسب، وما كانش حرفيا رايح علشان يسرق البيت زي ما اخته قالت، لا هو كان رايح علشان اخته وامه كمان. فالمهم بعد كل ده المحكمه حكمت عليهم هما الاثنين بالسجن المؤبد، وتقريبا جوني ده مش هياخد سجن مؤبد، تقريبا هياخد اعدام، لان هو المسؤول عن كل الفكره دي. واني كاساندرا في الوقت ده كان عندها 17 سنه، فهي ما كانتش بتعرف اصلا هي بتعمل ايه. وانا حرفيا من وجهه نظري على حسب ما شفت التحقيق وطريقه كلام كاساندرا، واللي بالمناسبه هي قالت كل التفاصيل دي انما جوني انكر معظمها، ففهمت انها كانت طيبه جدا وعبيطه يعتبر، وكان كل هدفها من اللي عملته ده انها بس كانت عاوزه تهرب مع جوني لانها فعلا حبته. وجوني هو اللي كان بيقترح عليها كل ده، وهي كل اللي كانت بتعمله في الجرائم دي اللي حصلت انها بس تدخل مع جوني، وجوني هو اللي كان بيرتكب جرائم القتل.